السلام عليكم. وليد الركراكي: نتوقع مباراة صعبة أمام كندا والمغرب سيلعب من أجل الفوز. قال وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي إنه يتوقع مباراة صعبة أمام المنتخب الكندي غدا الخميس ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، مؤكدا أن فريقه سيخوض المباراة من أجل الفوز والتأهل لدور ال16. وقال في المؤتمر الصحفي: بكل بساطة ستكون مباراة صعبة، هي مباراة نهائية بالنسبة لنا. وأضاف: ندرك أننا سنواجه منتخبا تأكد خروجه بالفعل وليس لديه ما يخسره، وبالتالي سيكافح من أجل الحفاظ على ماء الوجه بالحصول على أول نقطة أو نقطة له في البطولة، كما أننا سنلعب من أجل الفوز ومستعدون بدنيا وذهنيا. وقال: علينا التركيز على هدفنا وهو الفوز، لا نريد أن نفكر بنسبة 20 أو 30% أن نكون راضين بالتعادل. ستكون مباراة صعبة، هم سيقدمون كل ما لديهم فليس لديهم ما يخسرونه، وبالتالي سيهاجمون بكامل قوتهم منذ البداية. وأتم: سنخوض المواجهة من أجل الفوز، وإذا خضناها بهدف التعادل سيكون هذا خطأ كبير. يجب علينا ألا ننشغل بمراقبة المباراة الأخرى بين بلجيكا وكرواتيا كي نقرر مصيرنا. لا نريد أن نقع في فخ التساؤلات والتكهنات. أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية.